ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت. توقعات الاثنين الموافق 27 مارس، 27 آذار، 27/3/2023. في بداية الأسبوع هيكون عندك توقعات إنك تطور الأحداث المختلفة اللي هتبتدي تفاجئك بالتأكيد باتجاه اللي هتاخده، واللي هيبقى بينطبق بشكل خاص على كل علاقاتك الشخصية والعائلية اللي في اليوم ده. هيكون النهاردة للمرأة تأثير إيجابي جدا على كل خطتك وكل التزاماتك، في حالة انت كنت منخرط في انك تحل مشكلة معقدة بالنسبة لك. النهاردة هيكون في رعاية هتبقى متعلقة بصحة شخص قريب منك. هيكون الطفل في بيتك النهاردة أو من دايرة أقاربك مقرب جدا، مناسب جدا لتجمع أو احتفال أو تجربة مهمة هتبقى بتحصل. هيجيب لينا مشاركة لمحادثة هتبقى بتتعلق بأفراد أسرتنا، وهنعرف نتوقعها ونخطط ليها بشكل كويس. هيبقى في مهام جاية، في محادثات، في قرارات متعلقة بطفل أو شاب من بيئتنا المباشرة. هيكون عندنا وقت مناسب نتكلم عن مواضيع كتيرة فيها حساسية بالنسبة لينا. هتجيب واجبات وروتين لحد ما في متابعة اننا ننفذها وننهي المهمات اللي ابتدينا بيها بالفعل في الأسبوع اللي فات. ممكن ننخرط في إننا نسوي كتير من المستندات والعقود، وكده برضو نناقشها ونناقش الأخبار والمعلومات المهمة مع كل الأشخاص اللي بنحبهم واللي بنتلقاهم. هتبتدي تحس بشوية تعب يوم الاثنين، والتعب هيبقى خاص في العلاقات اللي هتبقى مع أصحابك والأشخاص اللي انت بتعرفهم في الفترة دي. هتبقى حاسس انك بحاجة تتقرب اكتر منهم عشان تعرف تحقق شوية اهتمام شخصي هيبقى مناسب جدا ليك، عشان تكشف عن فعل ممكن يبقى مش لائق بالنسبة ليك او حتى مش بيفرحك من جانبهم بسبب الانفصالات اللي بتبقى عنهم في الفترة دي. لازم تهدى شوية وتكلمهم بالحقيقة في وشهم من غير ما تخبي اي حاجة. يوم الاثنين هيؤدي لتطور واضح في كل شؤونك الأسرية والمنزلية للوقت ده. هيكون حلو اننا نمتثل اكتر لرغبة في اشخاص كتير جدا حوالينا هنعيش معاهم، وهنلاقي النهاردة طريقة نستعيد بيها ازاي ننسق علاقتنا بشكل فيه حب اكتر، وهنكون مرينا بيه بشكل كويس بنوع من الأزمات اللي هتقوينا خاصة من ناحيتنا المادية. هتبتدي تنشأ نزاعات شوية لما يبقى بيتعلق الوضع بأننا نحل مشكلة في بيتنا أو حتى ملكية عندنا في التزام هيبقى مشابه جدا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ ياريت تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا، ونوصل القناة ل100,000 مشترك.